يمن السعادة ذات يوم أرسلت وفدا إلى سيدنا الرسول مبايعا، فلما بالخيل الوفود أقبلت تركوا حديرا للرحال حارسا. أنت الصغير يا حدير فكن هنا، وسنأخذ البيعة لك لن ننسايا. مكث الفتى بين الرحال وأذعنا، لكنه من فك يذكر ربه، معددا نعم الإله وحامدا. والوفد عند رسول الله بايعوا، وودع الجمع الرسول مهاديا، لكنه وبغفلة من صحبه عن حارس الخيل حديرا قد ساها. وغادر الوفد المدينة قافلا، كل وضع في حمله ما أهديا، إلا حديرا ظل يذكر ربه، ما ضره أن الجميع له ناسا. وإذا بصوت خلفهم مناديا، يا أيها الرحل الكريم تمهلوا، إني أتيت إلى الحدير مهاديا. فالله قد سمع الفتى وذكره، وبأمره نزل الآمين مذكرا. إن الحدير وإن نساه قومه، ففي السماء ذكر حدير قد علا. من فوره أمر الرسول بفارس محملا بهديات ومرسلا، إلى الحدير الذاكر المتبتل، في كل أرض أينما حلت خطاه. رفع حدير للسماء أكفه، وبعينه دمع غزير قد جرى. قال إلهي كما ذكرت حديريا، فاجعل لساني ذاكرا طول الحياة. عاش حدير بعدها في ذكره، بكل أرض قام فيها أو خطا. فاذكر إلهك يا ابن آدم خاليا، تذكر كما ذكر حدير في السماء.